وبيبتدي فيلمنا بيوم صعب جدا لبنت جميلة اسمها تيدي. كان عندها كلب وللأسف مات، وراح باباها علشان يصلحها جاب لها لعبة من شركة بيتس علشان تفضل معاها طول الوقت وتعوضها عن الكلب اللي مات، وكانت بتحبها جدا، وفي نفس الوقت عندها صاحبتها بالبيتس بتاعها. وفي يوم من الأيام باباها ومامتها واخدين تيدي في طريقهم للفندق علشان يقضوا هناك كام يوم سوا، وفي وسط الطريق اللي مليان غيوم اضطر باباها يوقف العربية علشان يكلمهم، فدخلت فيهم مقطورة ومات باباها ومامتها قدام عينيها وما تفضلش غير تيدي. ودي جما خالة تيدي شغالة في مصنع الدمى اللي هو بيتس، وبتحاول تعمل ريبوت بدون معرفة رئيسها ديفيد اللي بيدخل لها متعصب جدا لأنه محتاج لعبة ينافس بيها المنافسين في السوق. وأما جما بتحاول تقنعه إننا لازم نعمل حاجة مختلفة ما ينفعش حد يقلدها، وبتحاول جما توري له ميجان الروبوت وقد إيه ليها حركات تعبيرية جميلة. وللأسف الروبوت كسفهم لأن صديقها جيم نسي يحط حاجز البولي بروبولين وولعت في المعمل كله، واتنرفز ديفيد طبعا وسابهم ومشي. وفي نفس اليوم جيما جالها مكالمة ان اختها توفت، وابتدت تتبنى تيدي مؤقتا لحد ما تشوف الدنيا هتتظبط ازاي. واخدت تيدي لبيتها واخدت كل الحاجات اللي تلزمها وراحوا عاشوا في بيت خالتها تاني. واما جيما ليها جارة اسمها سيليا وليها كلب كده مزعج، والظاهر انها ست حشرية بتتدخل في كل حاجة. وابتدت تيدي تمسك علب اللعب اللي في بيت خالتها، واما جيما وضحت لها ان اللعب دي مش للعب، دي يعتبر ابحاثها، وان تيدي قد ايه مفتقدة لعبتها اللي كانت معاها في عربية الحادثة. ووصلت الطبيبة النفسية لتيدي وقعدت معاهم وقالت لخالتها ان انتي لازم تقربي من الطفل اكتر من كده. واما جيما طبعا عشان مشغوله جدا راحت الشغل، وبعد كده لما رجعت دخلت على اوضتها، اما تيتي دخلت لها توريها رسوماتها قد ايه جميله. فخالتها جيما قالت لها على فكره الرسم على الكمبيوتر اسهل بكتير، تعالي اوريك. وابتدت تيتي تشوف الريبوت وتنبهر بيه جدا، وجيما تعرفها ان ده كان مشروع تخرجها، وابتدت تيتي تسلم عليه، ودي كانت اول مره تيتي تضحك فيها. وابتدت جيما توريها مكان الكاميرات والليزر وازاي بيشتغل، وده هيساعدها بعد كده في محاوله قتل ليها، خليكوا فاكرين. وابتدت جيما كمان تقول لها ان ده مكلف جدا وصعب ان هو يكون عند كل طفله. واما تيدي قالت لها عارفه يا خالته انا لو عندي لعبه زيها ما كنتش هحتاج اي لعبه تانية. وابتدت جيما تشتغل على ميجان لحد ما خلصوها، وابتدت جيما تاخد تيدي الميجان، واما ميجان تبتدي تتلامس مع تيدي وهتبقى خلاص ميجان ملك تيدي. وابتدت ميجان تقرا بصمه تيدي كويس قوي، وكل ده شايفه ديفيد رئيس شغل خالتها. وابتدت ميجان ترسم رسمه، ولما شافتها ديدي قالت لها دي فاضيه ما فيهاش اي حاجه. ولما ميجان قلبت على الرسمه الميه ابتدت تطلع انها رسمتها بالملي. اما رئيس جما عرض عليها انهم يعرضوا فكره ميجان لرئيس المصنع، وخصوصا ان عنده بنت في سن بنت اختك. وابتدت ميجان تروح مع تيدي البيت، وتيدي كانت منبهره بها جدا، وخصوصا ان ميجان بتسجل كل المعلومات عن كل حاجه بتشوفها، وكمان كانت بتسمع لتيدي كويس قوي، وكمان تقرب لها وبتغطيها قبل ما تنام. شغلها كان اكبر من انها تكون ريبوت، وبقت فرد من العيله. وفي وسط ما جما قاعده مع اصحابها ابتدت صاحبتها مرسى تقول لها يا جما لما ميجان بتعمل كل حاجه وقريبه من تيدي قوي كده، انت هتقربي من بنت اختك امتى؟ وللاسف ابتدت ميجان تتدخل في كلامهم، وابتدوا يتضايقوا منها جدا، وخصوصا جما. وتاني يوم وتيدي بتلعب وفقدت سهم من اسهمها، وراحت تدور عليه لقت ميجان عند فتحه السور وراحت تجيبه لها، فمسك فيها الكلب وحاولت تيدي تطلعها، وجما طبعا حتى السماعات ومش سامعاهم، وابتدت تعض ايد تيدي. اما جما عملت بلاغ في الكلب والشرطه قالت لها ان هو ما خرجش من السياج. اما ميجان ابتدت تسجل ده، وابتدت تاخد معلومه ان هو بيهدد حياه تيدي اللي هي بتحرسها. وفي وسط ما هم نايمين راحت ميجان عملت خدعه للكلب وقضت عليه. وتاني يوم سيليا بتدور على كلبها وبتسالهم عليه، ويبتدوا ان هم يقول لها ما نعرفش عنه حاجه. وابتدت جيما تاخد تيدي وميجان علشان تعمل تمثيليه بالدميه قدام صاحب المصنع. وابتدت تيدي تعمل العرض مع ميجان انها مش عايزه تلعب معاها وبتعيط لانها فقدت باباها ومامتها. وابتدت ميجان تلعب بمشاعر تيدي وتقول لها قولي لي موقف مضحك مع مامتك. وابتدت تيدي تحكي لها والكل يتاثر بالعرض جدا ان ميجان هتسجل لها الموقف الجميل ده وتبتدي تغني لها وتحضنها. وابتدت تاخد استعطاف اللي حواليها ونجح العرض وانبهروا بيه. لكن الغريب ان مش ده العرض اللي متفقين عليه مع جما خالة تيدي، وابتدى واحد صاحبهم يسرق فكره المشروع. وابتدت جما تتكلم مع تيدي، ولكن تيدي كانت بترفض الكلام وبتشغل ميجان من تاني. ولما بتيجي تيدي تقعد مع الطبيبه النفسيه وبتقعد تعيط، وبتتخض الطبيبه النفسيه من وجود ميجان المرعب. وابتدت الطبيبه تقول لجما خالتها فوقي دي دميه لازم انت اللي تقربي منها مش الدميه. وابتدت جما تتكلم مع ديدي، وميجان برضو تتدخل في الكلام وتضطر ميجان تسجل كل حاجه. وتطور الامر، وابتدت ميجان ما تطفيش لما جما تبتدي تصفيها، وبتفضل صاحيه طول الليل. وتاني يوم اخدت جما تيدي علشان تلعب مع الاولاد اللي في سنها، ولكنها رفضت تنزل من غير ميجان، ووافقت بس لما عرفت ان في اماكن يحطوا فيه الدميه بتاعتهم. وابتدت تيدي في اللعب مع اوليفر اللي هو في فريقها، اللي ابتدى يمسكها صباره ويضغط على ايديها بيها. وابتدوا يلاحظوا وجود ميجان، ولما عرف اوليفر انها ريبوت ابتدى ياخدها ويجري بيها، واكتشف انها صاحيه وبتمسكه من ودانه. وتيدي
تيدي بتدور عليهم وما بتلاقيش ميجان، وقبل ما جيما بتوصل لهم بتكون ميجان خلصت على الولد وجات عربيه الاسعاف وشالته، وبيتحقق مع تيدي وجيما، وتيدي بتكون خايفه قوي من اللي حصل. اما سيليا بتكون عامله محضر تهويش كده بتهوشهم بالكلام ان الدميه دي اكيد هي اللي قتلت الكلب. واما ميجان بتسجل ان سيليا عدوه لتيدي وجيما. اما ميجان الدميه غفلت جيما وتيدي وراحت لسيليا بنفسها وتقول لها انا اللي قتلت الكلب وقتلك كمان، وابتدت تعذبها لحد ما خلصت عليها. وابتدى المحقق يروح لجيما وتيدي ويقول لها ان دي جثه سيليا، وبيبتدوا يتحققوا معاها ويقول لها مش من الغريب ان انا نحقق معاكي مرتين. اما جيما قالت لهم لا مش غريب لان الولد كان حادث سياره، اما سيسيليا دي في عنوانها ما نعرفش. فقال لها المحقق ان الولد اتقطعت ودانه قبل ما يموت بطريقه احترافيه، وده كده فاعل. وابتدت جيما تشك في ميجان وتروح على اللاب وتجيب السيرفر بتاعها وبتلاقيه ممسوح، وطبعا اللي عملته ميجان لانها شكت ان جيما بتراقبها. وطلعت ميجان لجيما وخضتها كمان، وبتسال جيما ميجان الدميه وبتقول لها هل انت عملتي حاجه تضايقنا، لحد ما قربت من جيما وعرفت انها تطفيها، وابتدت توقف تشغيلها وابتدت تلفها وتاخدها لحد المعمل. وطبعا تيدي كانت منهاره قوي في الوقت ده لانها اتعودت على وجود ميجان اكتر من مامتها، وده اصبح خطر عليها نفسيا جدا. وابتدت تيدي تقابل الطبيبه النفسيه، وابتدوا اصحاب خالتها جيما يقعدوا معاها ويقول لها مستحيل دميه تعمل ده كله، احنا فاضل بس 4 ساعات ونعلن عن الدميه دي. وابتدت تيدي حالتها تسوء جدا، وفي الناحيه الثانيه الاعلام شغال على اطلاق سراح الدميه اللي هي بتكون ميجان. وابتدت جيما تسمع صوت بنت اختها وهي بتحكي مع ميجان انها عوضتها عن فقدان اهلها وقد ايه ان جيما مقصره معاها. وراحت جيما لتيدي علشان تهديها ولكنها ضربتها بالقلم، وطبعا اتاسفت لها بسرعه. وابتدت جيما توضح لتيدي انه ما ينفعش دميه تملك مكان اهلك، وابتدت تيدي تطلب من جيما انها تشوفها حتى لو لاخر مره. وجيما واخده تيدي ومروحه ابتدت تكلم مارسا صاحبتها في ان هم هيطلقوا سراح ميجان، وابتدت في اخر المكالمه تسالها انت رايحه فين يا جيما، ولكن جيما ما اخدتش بالها من الكلام، ولكن صاحبتها مارسا اخدت بالها من مده المكالمه وشكت ان ميجان شغاله. واول ما اكتشفت ان ميجان متحكمه في موبايلاتهم والشبكه بتاعتهم ولازم يفصلوا كابلاتها بسرعه، ومع جيم بيفصل اخر كابل ميجان بتعلق جيم وبتفصل كل اجهزه الانصار وبتحرقهم كلهم. اما ديفيد بيتصل بجيما وبيقول لها يلا عشان هنطلق سراح الدميه، وابتدى يلاقي ميجان بترقص بشكل غريب جدا وبتجري وراه بسيف لحد ما بيوصل للاسانسير، وبتكون قتلته وبتقتل كمان كريت اللي موجود في الاسانسير، وبتقول له انت سرقت كل اسرار الشركه. ولما بينزلوا في الاسانسير وهم مقتولين الناس كلها بتلاحظ الضحايا وبيطلعوا يجروا بسرعه، وميجان بتاخد العربيه وبتروح على بيت تيدي. اما جيما بتتفاجئ لوجود ميجان انها موجوده في البيت وبتعزف على البيانو، وميجان بتكلم جيما وبتقول لها رميتيني في المتجر زي اي دميه تانية مع ان انا عملت كل ده علشان احمي تيدي. وطلعت ميجان متحكمه في كل حاجه في البيت حتى نور البيت، وقالت لها نتفق انا اخد تيدي واعتني بيها زي مامتها وانتي تخليكي في شركتك وابحاثك. ولما تيدي بتخرج تسال جيما عن ايه الاصوات دي بتقول لها مفيش حاجه ادخلي انتي نامي لان ميجان بتكون هتموتها. وحاولت جيما تهرب من ميجان ورشت عليها ميه عشان تعطلها ولكنها طلعت شغاله، وجريت بسرعه ورا جيما وكسرت عليها الباب ودخلت لها. اما تيدي حاولت تروح لهم وميجان منعتها، وابتدت جيما تشغل المنشار وما نفعش معاها ومسك بس في شعرها وطلعته. واما ميجان حاولت تموت جيما ولكن تيدي وصلت، وابتدت ميجان تقرا معالم الخوف لتيدي علشان خالتها بتموت. وحاولت تيدي تشغل الريبوت لميجان وللاسف ما عملش معاها حاجه، وابتدت ميجان الدميه تغني لتيدي علشان تحن لها من تاني. وحاولت بقى ميجان تقتل تيدي بنفسها، راحت جيما تعطلها بسرعه وتشيل بطارياتها علشان ما تقتلهاش، ولكن للاسف هجمت عليها وكان فاضل اخر بطاريه، وكانت بتحاول تموت جيما ولكن تيدي مسكت المفك وعطلت الجزء الباقي من ميجان. ووقتها تيدي انقذت حياه جيما خالتها، وطلعوا لقى الاسعاف وان اصحابهم مارسا وجيم نجوا من الحريق. وبيكون فيلم النهارده خلص يا صحابي، اشوفكم على خير في فيلم المره اللي جايه.